ذات يوم في أحد المطارات كان كريستيانو ونيمار يعبران بوابة الجمارك، وكريستيانو كان يحمل حقائب ثقيلة وكبيرة جدا، بينما نيمار يحاول مساعدة كريستيانو على حمل حقائبه الثقيلة حتى يتمكن من المرور عبر بوابة الجمارك. في هذه اللحظة رنت ساعة كريستيانو بنغمة غريبة غير معتادة، فما كان من كريستيانو إلا أن ضغط على زر صغير في ساعته وبدأ يتحدث فيها وكأنها هاتف صغير يتواصل من خلاله. أصيب نيمار بالدهشة من هذه التنقيات العجيبة والتكنولوجيا المتقدمة، ثم عرض نيمار على كريستيانو أن يشتري منه ساعته مقابل 5000 دولار، فرفض كريستيانو العرض تماما وأعلن تمسكه الشديد بهذه الساعة. وبعد مرور عدة ثواني بدأت ساعة كريستيانو ترن للمرة الثانية، وفي هذه المرة فتح غطاء الساعة فظهرت منها شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح دقيقة استخدمها لاستقبال وإرسال رسائل عبر بريده الإلكتروني، مما زاد انبهار ودهشة نيمار، فعرض على كريستيانو شراء الساعة مقابل 25,000 دولار، إلا أن كريستيانو رفض العرض مرة أخرى. استمر نيمار في مساعدة كريستيانو في حمل حقائبه، فرنت الساعة للمرة الثالثة. هنا استخدمها كريستيانو لاستقبال فاكس، مما جعل نيمار مصمما على شراء هذه الساعة بأي ثمن، حتى أنه رفع سعرها إلى 300,000 دولار. بدا على كريستيانو التفكير العميق وسأل نيمار إن كانت النقود بحوزته بالفعل، فأخرج نيمار دفتر شيكاته وحرر له شيكا بالمبلغ على الفور. وبدون تفكير في هذه اللحظة استخدم كريستيانو الساعة حتى يقوم بنقل صورة الشيك إلى البنك، وقام بتحويل المبلغ كاملا إلى حسابه البنكي في البرتغال، ثم خلع ساعته وأعطاها لنيمار وسار مبتعدا عنه. ثم صاح نيمار: انتظر، لقد نسيت حقائبك. رد كريستيانو مبتسما في هدوء: إنها ليست حقائبي، وإنما بطاريات الساعة التي اشتريتها مني. وبعد سماع نيمار لكلام كريستيانو شعر بصدمة كبيرة. العبرة من القصة: علينا دائما أن نفكر جيدا قبل اعتماد أي فكرة، فكم سمعنا أو رأينا من أفكار رائعة وشعرنا بالانبهار على الفور بدون التعرف على طريقة عمل الفكرة والنتائج التي تترتب عليها. أصدقائي، هذه القصة خيالية، وإذا أعجبك الفيديو اشترك وضع لايك.